أيها العالم ما هذا السكوت؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهل هناك منكر أعظم من قتل النساء والأطفال؟ هل هناك منكر أعظم من انتهاك الأعراض؟ هل هناك منكر أكثر من سفك الدماء؟ في حلب، في حماه، في جسر الشغور، في درعا، في تلكلخ، في حمص. الله أكبر والله. في الجمعة لم يترك هذا النظام الفاجر، لم يترك هذا النظام الطاغي الظالم الظلوم الغشوم، لم يترك مكانه فيه أهل الحق، فيه أهل العدل، فيه أهل السنة والجماعة، إلا وسفك دماءهم وهجرهم من ديارهم. هذا النظام الفاجر الذي قتل من أهل حماه عشرات الألوف في أول الثمانينات، ها هو الآن يكرر جريمته، لكن ليس في حماه فقط، لكن في كل قرية، في كل بلدة، في كل مدينة سورية. هل نسينا أيها الإخوة مجازره في لبنان؟ هل نسينا مجازره في طرابلس؟ هل نسينا مجزرته في التبانة؟ هل نسينا إجرامه في إحداث الفتن؟ هل نسينا قتله وسفكه للدماء لإخواننا في المخيمات الفلسطينية ابتداء بتل الزعتر؟ هل نسينا ذلك أيها الإخوة الأحبة؟ هل نسينا تآمره المبطن على القضية الفلسطينية التي يتاجر بها كذبا وزورا من أجل الحفاظ على كرسيه؟ لذلك أيها الإخوة وقفتنا ها هنا من أجل أن نعلنها صريحة، لأننا مع الله فنحن مع عباد الله المظلومين.